السلام عليكم متتبعي قناه متنوعه مع ام طه وعمران. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو اللي جيت نقول لكم فيه واحد النصيحه اللي غتكون نصيحه ذهبيه لجميع الاباء. هذه هديه لجميع الاباء. الا بغيتي بنتك ولا ولدك يولي خاتم ما بين يديك، الا بغيتيهم اي حاجه شافوها يجيو يعاودوها ليك وما يخبيو عليك والو، بقاو دائما يجيو يناقشوا معكم اسرارهم وشنو كيوقع ليهم في نهارهم. بغيتي ولدك ولا بنتك يكون عندك معهم واحد العلاقه وطيده وتيحسوا بالفراغ ديالك وتيحسوا بالمكانه ديالك وكيحترموك وكيقدروك ودايرين تاج فوق رؤوسهم، واخا هادشي راه مواجب الابناء انهم يحترموا الاباء ديالهم ويقدروهم مهما كانت الظروف ومهما كانوا الاباء ديالنا. خاصنا نقدروهم ونحترموهم، لان الله سبحانه وتعالى كيامرنا في القران الكريم اننا نحترم والدينا، وكيقول لنا في الايه القرانيه اللي عارفينها كاملين: بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. ولكن اليوم الفيديو متخصصش الابناء النصائح ديالهم تجاه اباء ديالهم. اليوم نصائح الاباء كيفاش نكونوا اباء مثاليين من راسي وجبد تجاه الابناء ديالنا. فما كاينش منا اللي ما كيبغيش ان الابناء ديالو يجيو عنده يناقشوا معاه كل صغيره وكبيره. اكيد كتبغي ولدك يجي عندك ويعاود ليك ويتحدث معاك ويحط عليك الراس، ولكن واش كاملين الابناء ديالنا كيتصرفوا معنا بهذه الطريقه؟ اكيد لا. كاين بعض العقبات وكاين بعض المشاكل اللي تيوقعوا ما بين الابناء والاباء اللي كيخليو الابناء كيفروا منا حنا كاباء، ولكن حنا ما عارفينش منين جاي المشكل وشنو الاساس ديالو. هادشي علاش اليوم غادي نعطيكم بعض الاسرار اللي غنتعاملوا بها مع الابناء ديالنا غادي تخلينا اباء المستوى المطلوب. ما حنا ما كنشكوش في الابوه ولا الامومه ديال كل واحد فينا، ولكن لابد من اننا خصنا نكتشفوا بعض الامور واخا هي كتبان لنا عاديه، خصنا نردوا معها البال ونردوا معها البال بزاف. اول حاجه خاصك انت بعدا كاب او ام تسبقوهم بخطوه، يعني تولفوا عليهم انهم يعودوا لكم اسرارهم كيف ما كانوا. كيفاش غنولف انا ولدي ولا بنتي يجي يعاودوا ليا؟ هما ما تيبغيوش، هما اللي مديرين بيني وبينهم واحد الحاجز، اولا مثلا هما اللي ما كيعطيونيش راس الخيط، ولكن راه انت اللي خاصك تولفهم انك انت تعاود ليهم الاسرار ديالك. بالمثل تمشي عند بنتك مثلا وكتقول لها: بنتي انا كنحس بواحد الحاجه ماشي هي هذيك. غادي تقول لك بنتك: مالك يا ماما؟ ياك لاباس؟ عاودي ليا. انت ديك الساعه غتستغل الظرفيه وغتقول لها: نعاود لك واحد الحاجه ولكن تبقى بيناتنا وتبقى سر. غتقول لك: اكيد ماما كوني هانيه غير عاودي ليا. وانت كذلك كأب غادي دير نفس الطريقه، وتما عاودي ليها شنو ضارك وتصاحبي معاها. حاولي ما امكن تخلقي واحد العلاقه او لا تخلق كأب واحد العلاقه مع الابن ديالك او الابنه ديالك. هنا غادي تكون ربحتي انهم يجيو يعاودوا لك اسرارهم وما يبقاش بينك وبينهم حاجز. ثاني حاجه اللي خصك ترد لها البال فاش تبغي تمشي تاخذ شي حاجه او تبغي دير شي حاجه، حاول ما امكن انك تشاور معاه في الامر. هنا غادي يجوا بعض الناس يقولوا لي: شنو غنتشاور معاه هو باقي طفل؟ انا غنقول لك تعلم انك تاخذ برايه. علاش؟ لان الا خديتي براي ديالو غادي يكون شخصيه، غيحس بواحد المكانه واحد القيمه كتعطيها ليه. اكيد حتى هو غادي يعطيك قيمه، لان هو كيبقى انسان وكيبقى شخص كيتسنى منك انت كأب او ام تعطيه واحد المكانه، واخا من الصغر ديالو عودوا انه تشاور معاه، سواء في الالوان سواء في الماكله، شنو بغيتي تاكل، شنو نديرو مثلا بغيت نشري شي حاجه واش نديرو ليها هكا. ماشي غير تحسوا في الدار كانه غير فرد زايد ما عندوش واحد المكانه. كنقولوا حنا لا راه باقي صغير اش كيعرف هو، نتشاوروا مع الناس مالين العقل. هذا هو الغلط. لا تشاور معاه، خذ برايه، واخا ما يجيكش مزيان واخا ما يجيكش مثلا على كانتك كيف كنقولوا، ولكن غير خذ به مثلا غير باش تخلق بينك وبينه واحد العلاقه ديال المشاوره، وغيحس هو براسو انك كبرتي بيه وعطيتيه واحد القيمه. فاذا هنا بهاد التقنيات وبهاد الطرق كتخليك بطريقه غير مباشره كتخلق عند الطفل ديالك او الابن ديالك كيف ما كان لاج ديالو واحد الثقه في النفس. نهار اللي غيوقع في شي مشكل غادي يجي عندك: بابا ماما غنقول لك واحد الحاجه، حيت اصلا بيناتكم اسرار، واصلا بيناتكم نتوما كاباء واحد المشاوره وخلقتوا واحد العلاقه وطيده. من هنا كتبدا، راه بدورنا حنا كاباء اللي خصنا نقوموا بهاد الامور هذه، حيت من هو طفل وانت كتعلمو وكتروضو في اي مرحله من المراحل ديال
ديال علاقتك مع الابن ديالك او الابنه ديالك، خاصك تكون على بال وترد البال اش من مرحله هو، سواء كان طفل او كان مراهق او كان حتى الا كان كبير عادي. يعني ولدك ديما خلي بينك وبينه واحد العلاقه وطيده. شنو كنعني بوطيده؟ ماشي هي مثلا تعطيه ماشي شي حاجه اللي ملموسه، خاص شي حاجه اللي تكون ما كتشافش بالعين المرئيه، شي حاجه يكون فيها احساس، اللي تكون تبرمج عليها من الصغر ديالو انه يتقرب منك ويعاود لك. يعني احنا ما خصناش نكونوا كاباء سلطويين، يعني تكون اب سلطوي او مثلا تبقى غير كتامرو وكتنهيه صافي هذا هو الدور ديالك. لا بالعكس، خصك تحط راسك المكانه ديالو في ديك المرحله من العمر اللي هو فيها. سواء كان طفل غنتعامل معاه وننزل المستوى الفكري ديالو كطفل، لانه هو كطفل ما يمكنش غيفكر معك في المستوى ديالك انت، العقل ديالك ديال انك عندك مسؤوليات وتحمل واحد الطاقه اللي هو باقي ما وصلش ليها. اولا مثلا في مرحله المراهقه راه هو عقله تيكون بروغرامي غير على واحد الحاجه. يعني انت كتهضر بحال انت كتشرق وهو تيغرب، هنا ما كتوافقش الافكار ديالك بينك وبينه، هنا راه الغلط تيبدا. علاش؟ انك انت اللي كتكونه، حيت هو باقي كيتكون. الشيء واخا يكون مراهق راه باقي كيتكون. خاصني انا بالدور ديالي نكون واعي بهاد الامور هادي ورد ليها البال، لان هادوك كيبانوا لنا امور عاديه، ولكن راه هنا فين كتبدا الحزازه بين الابناء والاباء، وهنا فين كتبدا الحزازه بين الامهات والابناء ديالهم. بديك اللامبالاه اننا كنبسطوا الامور وكنبخسوهم وما كنعطيوهمش قيمه، تنقولوا لا غير خليه هو راه غير دري صغير اش كيفهم. لا بالعكس، هاد النقطه هادي خصنا نردوا ليها البال بزاف، لان هي اساس المشاكل بين الابناء والاباء ديالهم. انت او انتي كشخص ما تبقاش تحس براسك انسان مسؤول فقط عليه بما يخص الماكله والشراب وصافي. لا، ما انت راك ماشي مسؤول عليه، بالعكس هو ولدك، خاصك تتعامل معاه كأنه صاحبك، وخاصك تعاملي مع بنتك او ولدك كأنهم صحابك. يعني وليداتنا خصنا نتصاحبوا معاهم، وخاصك تكون معاهم حنين. وكيف قلت لكم خصنا ضروري نحطوا القيمه ديالنا حنا كاباء، ماشي نحطوها انا نحطوا الابوه ولا الامومه ديالنا تحت رجلين الابناء ديالنا ونخليهم يديروا اللي بغاو، او نفشوهم او ندسروهم. راه سيد النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام وفي السيره النبويه كامرنا بالوسطيه والاعتدال. ما تكونش فض حتى تفضل الغليظ القلب حتى ينفضوا من حولك، وما تكونش عاوتاني واحد السلاسه واحد السهوله واحد التسامح بين مع الدراري بينك مع وليداتك حتى كيتسروا وكيديباسيو معاك الليميت وكيعودوا وهما اللي كيتحكموا في زمام الامور. خصك ديما تكون ما بين هكا وهكا، ما تكونش قاصح وما تكونش عاوتاني تخليهم يتسروا عليك ويميعوا. المهم والاساسي هو انت كأب او انسان مسؤول على الابن ديالك، راه كتقوم بالواجب ديالك على اكمل وجه، من مأكل والمشرب والملبس، وكتقريه كدير معاه مجهودك. ولكن في نفس الوقت خاصك انت تعلم ولدك انه حتى هو عليه واحد المسؤوليات اللي خاصو يحترمهم. يعني خاصك تعلمه انه يكون انسان مسؤول، ما تبقاش اي حاجه ديرها له في بلاصتو، وخصوصا منذ الصغر من يكون طفل. علمه يعتمد على نفسه، علمه انه يتحمل مسؤوليه ويكون عنده قرار وتكون عنده كاريزما وشخصيه، وهكاك تربي فيه واحد الثقه في النفس. وهاد الثقه بالنفس راه ما كتجيش من فراغ. الثقه بالنفس واخا هو كبر راه ما غاديش يمكن انك تجي في واحد اللحظه وتقول له ثق في راسك. راه دائما في جميع مراحل العمر ديالو وعلاقتك به كأب خاصك تعلمو انه يثق في راسو، بناء على سبل اللي ذكر وسبقناها، وبعلاقتي الحميميه مع الابن او الابنه ديالي. لالا عطيه الحنان، سيدي عطيه الحنان، عطيه الحنان حتى يقول بركه، حتى هو يعود عارف قيمه الحنان. كون اكيد فاقد الشيء لا يعطيه. ما تطلبش من ولدك ولا بنتك فاش يكبر علاش ولدي ما كيحنش فيا اولا بنتي ما كتحنش فيا. راه هذاك الشيء كيبقى تراكمات منذ الصغر. عود نفسك انك تحب الولد ديالك او البنت ديالك، او تحبي الابن ديالك والبنت ديالك، يعني ولادنا نعلموهم انهم يحبونا ماشي يخافوا منا. كاين فرق بين ولدي تيحبني وبين ولدي كيحترمني وبين ولدي كيخاف مني. راه حنا ماشي خلقنا كآباء باش ولادنا نخلعوهم، حنا راه ماشي كنخلعو، لا حنا راه خاصنا نحترموا كآباء، خاصنا نتقدروا كآباء، خاصنا نتحبوا كآباء. وكيفاش غادي انا نخلي ولدي يحبني؟ بداكشي اللي سبق وقلنا، خاصك دائما تعطي الوقت ديالك الكافي وتعطي وقتك تقريبا، ما نقولش كامل وانما
اكبر حصه من حياتك تعطيها للابناء ديالك. فكر فيها مزيان اولا فكري فيها مزيان وراجعوا هاد الهضره اللي تنقول. غتلقاوني كنهضر معكم في واحد الواقع معاشي اللي كنعيشوه مع وليداتنا. ما يمكنش ولدك ما كتعطيهش حتى ساعه في النهار متخصصه ليه وتجي تطلب منه شي حاجه، ما يمكنش، امبوسيبل، لان فاقد الشيء لا يعطيه. زرع الحب تجني الحب، زرع الكره والعدم الاحترام كتجني عدم الاحترام والكره. اكيد حنا راه ما كنقولوا في الاسلام انا ما كاينش شي احد كيكره الاباء ديالو، ولكن راه كتشوفوا دابا هاد ولاد اليوم كيفاش ولاو. ما بغيناش حنا نمشيو في سياسه امهات واباء فاشلين ونتبعوا التقاليد ديال الغرب. بغينا نبقاو في داك الاسس والسبل ديال الاحترام مع الابناء ديالنا وكيف رباونا والدينا وجدودنا. يعني خاصنا ما نمشيوش بديك الميوعه ديال شي حاجه اللي بعيده علينا. خاصنا ديما نبقاو واحد العلاقه حميميه مع وليداتنا ونجمعوا في الطبله ونبقاو نهضروا، ماشي نتجمعوا في الطبله واحد كيتفرج في التلفازه، واحد شاد التليفون، واحد تياكل ومخرج عينيه في شي ماتش ولا شي حاجه. لا، راه كنكونوا كنهضروا وحنا في نفس الوقت كناكلوا كنجبدوا مواضيع. وديما حاول كأب اولا كأم تجر ولدك للدين والاسلام، لان المواقع الاجتماعيه مواقع التواصل بصفه عامه والمحيط كل شيء كيتدخل في تربيه الابن ديالك. ما تخليش ولدك يهرب على الدين ولا الاسلام ديالنا، ودائما حثو عاود ليه قصص نبويه، تحدث معاه في مواقف كيفاش خرجنا منها، كيفاش دازت الحياه ديالنا، كيفاش كنت باش ياخذ مني عبره. ما يمكنش انت اصلا ما متصالحش مع ذاتك وما متصالحاش مع ذاتك وكتجي تطلب من واحد الانسان انه يكون متصالح مع ذاته ومكون انت ومؤهل كانك تربي اولا كانك كأب اولا كأم تربيه الابناء. وعذرا على هذا الشيء انا ماشي كنكون قاصحه في الكلام ديالي موجه للاباء، ولكن هذا كضمير صاحي كيتكلم معك. ما تعتبرش راسك تفرج شي فيديو، اعتبرني انا الضمير ديالك. اليوم جيت نفقهك ونقول لك وننبهك بالاخطاء اللي كتقوم بها كأب او كأم، لان هذا الشيء ما قلتوش من فراغ. انا كنشوف دابا اكثريه الناس غارقين في المشاكل وما عارفينش الاساس ديال المشكل منين. اساس المشكل هي العلاقه ما كتكونش علاقه حميميه وعلاقه وطيده بينك وبين الابن ديالك. محتاج منك الابن ديالك عفوا الحنان، محتاج منك الرعايه، محتاج منك التواصل، محتاج منك انك انت اللي توجه يعني التوجه. احترم الاراء ديالو في نفس الوقت، ولكن انت خصك توجهه. ما تبقاش تخليه تقول باش يكون عنده ثقه في النفس، يكون عنده كاريزما، يدير شي امور اللي ترجع عليه بالضرر هو كشخص، لانه هو انسان غير واعي وغير مسؤول، لانه باقي تحت يديك وباقي انت اللي كتربيه او انت اللي كتربيه. هنا كنتمنى الموضوع يكون نال الاستحسان ديالكم، نال الاعجاب ديالكم. كاينين دي بوين اللي ناقشناهم في الفيديو زوينين ولا حاولنا نفكروا فيهم شويه، نلقاو راسنا والله الا غنعيشوا مع ولادنا واحد الحياه ديال السعاده. حنا راه كنبحثوا على السعاده وما كنخدموش عليها. السعاده والفرح ما كيجيوش بالفلوس، كلشي عندنا بين يدينا، عندنا عقل عطاه لنا ربي باش نفكروا به ماشي نتقلوا به. اكيد الا فكرنا بهذه الطريقه غنكونوا ناس سعداء في حياتنا الزوجيه وفي حياتنا مع وليداتنا. اليوم راه ما هضرتش علاقه ديال الازواج بيناتهم، هضرت غير على الامهات والاباء تجاه الابناء ديالهم. وكونوا اكيدين ان الاب والام كيكونوا فريق واحد متكامل. خاص يكون توافق في العلاقه الزوجيه باش يكون توافق في تربيه الابناء. دائما هذه ثاني الا دخلت في هذا الشيء غادي نبدا نقول في العلاقه ديال بين الزوجين. ودابا انا كنكتفي بالعلاقه ديال الابناء مع الاباء. ذكرت بزاف النقاط اللي ركزنا فيهم، غادي نلقاو ان الميساج راه واضح وباين. راه ما مطلبش منا بزاف، شويه التركيز وشويه ديال الحب والرعايه اللي يكون متبادل بينه وبين الابناء ديالنا اللي حنا اللي غنعلموهم هذاك الشيء. واكيد غادي نعيش واحد الحياه خاليه من المشاكل، خاليه من العقبات ومن التعاسه. ما نبقاوش نبحثوا كاننا كنبحثوا على ابره في كومه تقش. لا، راه داكشي عندنا في الدار وبين يدينا، والمقادير كلهم عندنا. ما كاينش شي واحد فينا خاصو شي حاجه كبيره اولا خاص واحد قدر مالي. لا، ما كنهضروش على الفلوس، كنهضروا على شويه التفكير والتركيز، نجلسوا مع روسنا ونبغيو وليداتنا. اكيد غادي نكونوا اباء مثاليين. الى هنا نقول لكم السلام عليكم.